السلام عليكم. النهارده باذن الله هنتكلم عن افضل موهبه في العالم حاليا، او افضل موهبه في العالم في اخر فتره عموما، يعني مش حاليا. هو حاليا برضو من افضل المواهب في العالم. طبعا مش هالاند، طبعا ما تجيش في دماغك انه هالاند، لان هالاند لو بيحقق ارقام فرديه مع فريقه فما بيحققش القاب مع منتخبه طبعا. بس هو لاعب يعني العالم كله طبعا عارفه. فان شاء الله باذن الله زي ما قلنا هنتكلم النهارده عن اللاعب ده، ومش هنتكلم عن جميع ارقامه مع يعني في تاريخه، لا هنتكلم عن رقمين بس هيثبت لك ان هو فعلا افضل موهبه في العالم. طبعا ناس كتير جدا بتقول ان افضل موهبه في العالم حاليا جافي لاعب برشلونه، وفي اللي بيقول برضو انه بدري لاعب برشلونه برضو، وفي اللي بيقول انه يعني لاعيبه كتيره جدا طبعا، وفي اللي بيقول انه هالاند افضل موهبه في العالم. طبعا هنتكلم عن المواهب الشابه، يعني اللي لسه مثلا 18، من اقل من 25 سنه، فهنتكلم على اقل من 25 سنه. فمش عايز مثلا واحد يقول لي افضل موهبه في العالم مثلا ميسي، ما يعني ميسي طبعا راجل مكسر الدنيا وكل حاجه، بس احنا هنتكلم عن المواهب الشابه. فخلينا باذن الله النهارده نتكلم عن اللاعب ده. فطبعا اللاعب ده هيكون امبابي. طبعا العالم كله عارف امبابي، طبعا غني عن التعريف، مش محتاجين يعني نقعد نقول اسمه ونقعد نقول له عمره والسنه دي. احنا مش هنتكلم عن جميع ارقامه طبعا زي ما قلنا، احنا هنتكلم عن رقمين بس من ارقام امبابي هتثبت لك فعلا ان هو الافضل. لو جينا بصينا لامبابي، مع طبعا سيبك من ان هو بيلعب مع باريس سان جيرمان ومكسر الدنيا في الدوري الفرنسي، سيبك من ارقامه مع باريس سان جيرمان، خلينا في رقمين بس من ارقامه مع فرنسا. طبعا امبابي وعنده 18 سنه، يعني 18 سنه يعني لسه عيل صغير او شاب، يعني كان عنده 18 سنه وقدر ياخد كاس عالم. يعني انت متخيل لاعب عنده 18 سنه وياخد كاس عالم ويسجل في نهائي كاس العالم، يعني ساعه فرنسا طبعا في 2000، ساعه فرنسا طبعا في 2000 وفي 2018 طبعا شفنا فرنسا طبعا هي اللي فازت بالبطوله على حساب كرواتيا. فيعني المباراه كان جميله جدا اولا. فمبابي لاعب عنده 18 سنه خد كاس عالم وعنده 18 سنه وسجل في النهائي بتاع كاس العالم كمان. وشفنا كاس العالم اللي بعدها على طول، طبعا معروف ان كاس العالم بتلعب كل نسخه بعد 4 سنين، فطبعا النسخه اللي هو فاز فيها بكاس العالم في 2018 النسخه اللي بعدها على طول كان في 2022 زي ما شفنا اللي فاز فيها طبعا الارجنتين، ليونيل ميسي طبعا اللي فاز بكاس العالم ساعتها. فبس جينا بصينا برضو لمبابي وارقامه في المباراه. فمبابي طبعا كان عنده كام؟ كان عنده في 2018 كان عنده 18 سنه، في 2022 بقى عنده 22 سنه. بس يعني في 2022 كان عنده 22 سنه وقدر برضه ان هو يوصل لنهائي كاس العالم. يعني انت متخيل لتاني مره على التوالي يوصل لنهائي كاس العالم ويسجل هاتريك في نهائي كاس العالم. يعني زي ما شفنا طبعا الارجنتين كان فايزه 2-0 ومبابي قدر يتعادل، والارجنتين فرقت 3 ومبابي قدر يتعادل تاني يبقى 3-3 ولعبوا ضربات طبعا. وزي ما شفنا الحظ كان واقف مع الارجنتين وقدرت تفوز بالبطوله بكاس العالم. طبعا دول رقمين يعني مش اكتر، مش هقعد اقول لك ارقامه مع باريس سان جيرمان وارقامه مش عارف مع فرنسا فين وفين، لا انا جبت لك رقمين بس من ارقام. كان لسه اول مره في حياته يلعب كاس عالم في 2018 ووصل للنهائي وسجل في النهائي وفاز بالنهائي وخد كاس العالم ولسه عنده 18 سنه، يعني لسه بيبدا مسيرته. وفي 2022 كان عنده 22 سنه وبرضه قدر يوصل للنهائي. وطبعا هو كان سبب من الاسباب الكبيره جدا والمهمه اللي هي وصلت فرنسا لنهائي كاس العالم في 2022. فزي ما شفنا طبعا وصل لنهائي كاس العالم وسجل هاتريك في نهائي كاس العالم، وصل لضربات الجزاء بس الحظ ما وقفش معاه ان هو يقدر يفوز بكاس العالم. فما لاقيش بقى واحد مثلا بيقعد يقول لك ده جافي مش عارف افضل موهبه في العالم وبدري افضل موهبه في العالم. هم ايوه مثلا بيلعبوا حلو مع برشلونه ومطلعين اداء كويس جدا اخر فتره عموما، ومثلا بيلعبوا حلو في الدوري الاسباني، بس يعني خلاه فاز بالدوري الاسباني كل موسم. هو لاعب اول مره يوصل لنهائي كاس عالم، ويعني يوصل نهائي كاس العالم عنده 18 سنه ويسجل في نهائي كاس العالم كمان ويفوز بكاس العالم كمان وعنده 18 سنه. فرقم يعني ايه، ارقام خياليه جدا. لو قعدنا نتكلم عن انجازات امبابي فمش هنخلص انجازاته كبيره جدا. طبعا هو من افضل اللاعبين في تاريخ فرنسا عموما، يعني هو من افضل اللاعبين في تاريخ فرنسا. طبعا زي ما شفنا مع كريم بنزيما طبعا ما قدرناش نشوفه في كاس العالم بتاع 2022 كله عشان كان مصاب، فما قدرناش نتفرج على كريم بنزيما. بس كان وصلنا لحلقتنا النهارده، ما تنساش نطلع من الفيديو تعمل الفيديو بلايك وشير وكومنت وتشترك في القناه انت مش مشترك وتفعل زر الجرس وتصلي على الرسول وتذكر ربنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.